بيسك ايه؟ احنا على السلم. صحيح. طب بينا على جوه. اتأخرت كده ليه يا حبيبي؟ استني يا ميرفت استني انا مش عارف اتلم على اعصابي. انا قلبي كان هيقع في ركبي لما لقيتك على السلم عندنا في العماره. طبعا، ما هو اصل الحب بهدله. لا، الخوف بهدله اكتر. بس انت كان لازم تقولي لي انك جايه لنا. ما انا اصلي يا عباس رحت فجأة ومراتك هي اللي عطلتني، وهاتك يا رغي في وداني، وطبعا اتكسفت اقول لها ان انا عندي ميعاد مع جوزك بعد نص ساعة. تفتكري كريمه ممكن تكون شكت في حاجه؟ كريم هتشك فيك؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا، مع اني يعني مش عارفة هي جايبة الثقة دي منين. ميرفت لو سمحتي بلاش هزار، بقول لك مش عارفه اتلم على اعصابي. على عش الحب تيرا وطير يا حمام، على عش الحب قول للأحلام تيرا. ممكن اعرف انت بتغني الاغنيه دي بمناسبه ايه بالظبط؟ بهديلك أعصابك يا حبيبي اللي مش عارف تتلم عليها دي، وبشكرك مقدما على تمن الشنطة والجزمة. لا احنا هنضطر نأجل حكايه الشنطه والجزمه دي شويه، بس ان شاء الله هي هتعرف تتصرف. قصدي انا هعرف اتصرف. لا يا بيسي، لازم تتصرف قبل فرح منار بنت عمتي، وعقبالنا كده احنا كمان لما نتجوز. طب ما احنا متجوزين. انت بتسمي ورقة الكراسة اللي احنا ماضيين عليها انا وانت دي جواز؟ احنا شهدنا علينا ربنا. طب والمأذون والاتنين شهود والمهر والشبكة والمؤخر؟ ميرفت، احنا اتفقنا من الاول ان مفيش جواز رسمي. كريمه لو عرفت مش هيحصل كويس. خايف منها بقى ولا خايف عليها؟ لا، خايف لا تسيب لي البيت ولوص انا بالعيال. لو انت الصادق انت ما تقدرش تعيش من غيرها، وطبعا ما تقدرش تستغنى عني انا كمان. هو انت كده يا عباس عايز تاخد من الدنيا كل حاجه وما تغرمش نفسك غير ورقه جوازنا اللي مخليها معاك من ساعه ما كتبناها. يا فندم. مساء الخير يا استاذ عزت، يا رئيس مجلس اداره العماره والعضو المنتدب للاسانسير. اساسا مفيش اسانسير. هنركب ان شاء الله. اخيرا استجبت لنداء ضميرك وجايه تدفعي ال 200 جنيه نصيبك في موتور الميه. لا 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 لا، بلا نداء ضميرك بلا نداء الكروان، مش عشان مدرس عربي يعني. استجيب انت لنداء العاميه وكلمني بالبلدي. ايدك على 200 جنيه. يا ريتني ما قلت لك تتكلم بالبلدي. هات انت 30 جنيه فقط لا غير. اياك معاكي ورقه ب 230 جنيه. طب ما انت ليك في الهيافه اهو. لا ده انا مسخره. هدخلك جمعيه وهخليك تقبض التالي. استجيب بقى لنداء الجمعيه وادفع من سكان وسمعني الصمت الرهيب. جبرولا ذات الرداء الازرق. يونيفورم ده ولا مش يونيفورم؟ يونيفورم. اثبت نفسك يا استنى تعالى لي يا حبيبي، وريني كده. ايه ده؟ نفس التفصيله ونفس الكواليتي والكسرات. انت ممكن اعرف جبت اليونيفورم ده منين؟ ده السؤال ده اجباري ولا اختياري؟ لا اجباري. لا ده سر المهنه. لا انا عايزه اعرف السر بقى. اديني 30 جنيه وادخلي معايا الجمعيه وانا اقول لك على كل حاجه. انا ادخل معاكي جمعيه ب 30 جنيه في الشهر؟ ده فتح شهيه بس في الاول، ده التقيل جاي ورا عشان تاخدي لياقه الجمعيات. طب اعرف الاول بقى اسم المحل اللي جبت منه اللبس ده. ايوه عايزه تعرف اسم المحل عشان تروح تاخد منه عموله. اهبط يا جبروت، اعمال السنه في ايديها واحنا محتاجينها. انتوا الاثنين بتتودودوا بتقولوا ايه؟ حاضر بيقول لي اقول لك اسم المحل، قلت له لما تشرفنا وتدخل معانا الجمعيه. بقول لك ايه يا حبيبي، مش انت لابس لبس المدرسه؟ يلا خش على فصلك. ركز يا واد، اقعد اول دكه. اتفضلي اقعدي. قولي لي بقى تحبي تشربي ايه؟ الكانتين بتاعكم فيه ايه؟ في كل حاجه. طب اديني من كل حاجه 2. من عينيا. الاول نتكلم في فلوس الجمعيه. اتفضلي يا ستي، ادي ال 30 جنيه اهو. من يد ما نعدمك. الحمد لله، بس هتقبضي الاخيره. وليا طلب تاني، بطلوا بقى تمدوا الواد على رجليه،
الواد بقى يمشي على ايده، هشغله فين؟ في سيرك الحلم؟ خلينا في المهم دلوقتي. اسم المحل ايه؟ اسمه كوكو. كريمه. كريمه، انت عندك محل؟ لا، عندي مكنه خياطه صغيره بخيط في البيت. طب بقول لك ايه يا كريمه، انا مستعد اديلك 30 جنيه فوق ال 30 جنيه بتوع الجمعيه، بس اوعي تجيبي سيره لاي حد من اولياء الامور انك انت اللي بتفصلي اللبس ده. عارفه انت لو اديتيني 30 جنيه كمان هحط على بوقي سوسته. محمد اهو. فتح. هايل يا كريمه، هايل هايل. عرفت تلمي جمعيه 10 انفار في 48 ساعه بس. عشانك يا عباس ألم جمعية ل80 نفر. هي صحيح مسألة مش سهلة، بس انت عارف مراتك اما تقفش في ودان حد تعرضها له زي ودان الفيل. ربنا يخليكي ليا يا كريمه، ويقدرني اني احبك حب يكفي اللي انت بتعمله لي انا والولاد. ده انت اللي حبك في قلبي فايض ومدلدق يا عبوسة. روح بقى قبل الحب ما يغرق الأوضة. ادي الفلوس لممدوح وانت مرفوع الراس. قلب فلوسي اتدلع واتدلل ولا عمري راسي تتدلدل. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا ابدا يا كريمه. يا رب يخليك ليه. يلا مع السلامه بقى، احسن انا قدامي سكه طويله. مع ألف سلامة. قول لي هو خرج من المستشفى؟ هو مين؟ حما ممدوح المفضوح. اسكتي، مش حولوني العنايه المركزه. يا عيني ربنا يلطف بيك وبيه. تبقى رايح تزور وتخفف، تقعد تحلل وتكشف. اوعى تتأخر عليا. لا اتاخر ده ايه، هي مأموريه 24 ساعه وراجعه هوا. سلام يا حبيبي. خلي بالك من نفسك. مالك ايه تاني؟ شوفي بقى، كنت هنسى. ايه؟ خدي دي علشان تونسك لغايه ما ارجع. حبيبي مقبولة منك مدام من مشتى العباس. اقول لك ايه، انا هرجع من السفر بالليل متاخر، اوعي ارجع من السفر الاقيكي نايمه. مش وقته يا عباس، يلا عشان تلحق العناية المركزة. ربنا يكفيك شر أمراض العصر. باي باي يا حبيبي. مع ألف سلامة. باي باي. لا حبيبي عباس، تعال هنا عشان ما تتبدش. ألا أرجع ألاقيكي صاحية. هو أنا بنام غير أما أسمع شخيره؟ أنا لك على طول، خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد واسأل من أول يوم راح مني النور. مساء الخير يا مدام. يا عباس، انت كل مرة تيجي كده تحسسني انك سارق سرقة. اعمل ايه بس يا حبيبتي، ما هو غصب عني. انا ما صدقت ان انا اقنعت كريم ان عندي مأمورية في اسكندرية. يعني زماني دلوقتي بتمشى على الكورنيش وبالليل هاكل فول وفلافل في محطة الرمل. ايوه عليك يا بيسي. ايوه عليك انت يا استك يا بلاستيك يا وسطى يا سوسته يا معرض حلويات متحرك بالكريمه والجبنه الرومي. يا هو ده بقى الطعم اللي انا دفعت فيه دم قلبي؟ ايه يا بيسي، ما يستاهلش دم قلبك؟ ده يستاهل قلبي كله يا حبيبتي. بقولك ايه، يلا نخش جوه بقى احسن هوا البحر يلطشنا. ايه ده يا عباس، انت صدقت انك في مأمورية في الانفوشي ولا ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا لازم اصدق علشان ما اقعش بلساني قدام كريمه. ايه ده، انت مستنيه حد؟ لا يا حبيبي، كنت مستنياك انت واديك جيت. طب روحي بصي شوفي مين من العين السحريه. يا لهوي يا لهوي، دي كريمة. كريمه مين؟ كريمة مراتك. كريمه مراتي؟ ايوه. يا بصيبتي يا بصيبتي يا بصيبتي يا بصيبتي يا بصيبتي، اتفضحت خلاص، اتفضحت يا بصيبتي يا بصيبتي. اتفضحت
يا راجل؟ هي قفشتك بقميص النوم؟ تلاقيها كانت ماشيه ورايا وعرفت انك متجوز عليها. ما تهولش بس، احنا لسه ما نعرفش هي عرفت ايه. اقول لك استخبى في اوضه النوم، استخبى بسرعه. يا سلام، عشان تقبض عليا وانا متلبس. خلاص يا عباس، اقول لك استخبى في الحمام ولا في المطبخ؟ فين بقى؟ في المطبخ ان شاء الله، في الثلاجه ولا في البوتاجاز؟ استخبى في دولاب الخزين وهي دوبك على طولك. تقول ايه بس؟ طب الشنطه دي هنعمل فيها ايه؟ هات انا هدخلها جوه في اوضه النوم، استخبى انت بسرعه يلا. اهلا وسهلا يا كريمه، اتفضلي خطوه عزيزه. يا عز مقدرك يا حبيبتي، اتأخرتي على ما فتحتي لي. كنت بتنضفي ولا ايه؟ لابسه لبس التنظيف؟ لا ابدا، ده انا كنت بلين الطقم الجديد في الشقه. شقتك ترد الروح، ده انا بحبها قوي واحب اجيها، بس ناقصها راجل. راجل؟ امال كلب؟ احنا نسوي ايه من غير الرجاله؟ بس قولي لي الاول، ايه الجزمه الشيك دي؟ انت سبت كل ده ومسكتي في الجزمه؟ ما علينا، اهو بقى حلاوه روح كده، يمكن يعدي عدلي ولا حاجه. يعدي؟ ده انت تشاوري بصباعك كده 1000 عدل يترموا تحت رجليكي. ربنا يخليكي يا رب يا كريمه، بس ما قلتليش يعني ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مفاجاه؟ ليه؟ ابوك الاستاذ صلاح ما قالكيش ان انا جايه؟ تلاقيه نسي، ربنا يسامحه بقى. يا دي الكسوف، لا لحسن اكون جايه في وقت عشاء ولا حاجه. لا امشي بقى يا اختي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ولا كسوف ولا حاجه، ده البيت بيتك يعني في اي وقت الا دلوقتي. اتفضل. بس كان في تعديل صغير كده في الجمعيه، قلت اخد رايك فيه. تعديل ايه؟ بصي يا حبيبتي، انت هتقبضي الخامس بدل الرابع، نشيل بعض. اصل الواد بس بتاع عربيه الفول ظروفه وحشه اليومين دول، اخلل له المخلل وما يدينيش حقه. طب اعمل ايه؟ احبسه ولا اعمل؟ قلت اعمل له جمعيه واقبضها له، مع انها واقفه عليا بخساره. هو انا داخله الجمعيه مع بس بتاع عربيه الفول والجزماتي والكهربائي وبتاع اللبن والزبال؟ يا صلاة النبي، وكمان الزبال. عيني باردة عليهم، يا ريتك زيهم، دول كسيبة. ماشي يا كريمة، أمر لله، بس أنا مش عارفة يعني أنت إيه اللي زنقك يا أختي على الجمعية دي؟ هعمل إيه؟ قلت أعمل جمعية وأقبضها الأول علشان عباس. عباس مين؟ جوزي، مش واخدة بالك منه ولا إيه؟ لا أبدا، أصلي ما خدش بالي منه خالص. عشي! إيه ده؟ أنت عندك حد وما قلتيش؟ لا أبدا ما عنديش. ده الراديو جوه، تلاقيه بيوش يا حبيبتي. اتفضلي اقعدي، ده أنت منورانا ومأنسانة. الراجل بيحتص ولا إيه؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ اقعدي يا حبيبتي، تحبي أعمل لك شاي؟ يا ريت. مظبوط يا أختي، وسكر زيادة. سيبي إيدك على قد ما تقدري. حاضر. عش! يا عم ايه العطس ده كله؟ غرقتنا، انت ناوي تفضحنا؟ عش! قولي لي، كريمه عرفت اي حاجه ان انا موجود هنا؟ لا يا اخويا ما عرفتش، تكاكيه عشان تعدل وضعي في الجمعيه. جمعيه ايه؟ جمعيه الزبالين والمكوجيه. يا مفتح، ايه يا مفتح؟ ما كانتش كوبايه شاي يا اختي. ايه هو شاي جملي ولا ده؟ انت لو اشتغلت في قهوه هتقل. انت بس ايه اللي خلاكي يا حبيبتي تيجي وتتعبي نفسك؟ ولا تعب ولا حاجه، يعني اقعد كده في الصاله هايصه وانت هنا لايصه عشان كوبايه شاي بلا خيبه؟ هعلمك يا بنت، هعلمك. تملي البراد الميه كده، ايوه، ما تكتريش ميه، الميه بفلوس ليا انت. معاكي كبريت؟ معايا انا، ما تديش نفسي كده اهو. ونحط الشاي. ما شاء الله على البوتاجاز بتاعك. هو المدعو طليقك هو اللي جابه؟ هو المدعو طريق هو اللي جاب، وانا بقى خليته يكتب الشقه باسمي قبل ما نتجوز. عفارم عليكي. ايه الكركبه دي؟ ايه الصوت ده؟ طلع منين؟ ده فار وانا حابساه جوه في الدولاب من زمان. فار؟ لا بقى سيبهولي، هموتهولي. لا والنبي. اسبي يا بنت، بس انا واخده على الفراق. هي خبط على راسه وهتلاقيه مات على طول. سيبك منه، ده فار مقفول. خلينا بس يا حبيبتي في الفلوس. بعد ما اديتي الفلوس لجوزك حواس، ايه اللي حصل؟ حواس؟ انا ماليش في الاثار يا اختي، جوزي اسمه عباس. معلش يا حبيبتي ما تاخذنيش. ايه ده؟ احنا هنشرب الشاي برضه في المطبخ. تعالي يا حبيبتي. لا انا ما احبش الشاي في المطبخ. انا قاعده له الفار ده زي اللزقه اهو. اديني قاعده وبطلع بقى وريني شطارتك.
لا لا لا، ده زودها، ده فار صحراوي. ما عندكيش طعمية ولا لانشون ولا سم فران وانا موتهولك؟ لانشون ده بقى ما تلاقيش. يبقى خلاص انا عرفت الحل. اوعي بس اوعي بس افتحي له، اول ما يشوفني هيموت على طول. هو خلاص كده مات. بيتهيألي بيعمل نفسه ميت كده والديل يلعب كده. لا انا فاهماكم. انت طب بلاش يلعب قدامي وانا بس بخاف. خلاص هتعملي ايه؟ واحد استني كان معايا ايه؟ حسبي ست بتخافي نقفل عليك ونجيب له الطعميات وبطلع يا ناصح. هربان على فين يا ممدوح؟ شقل فوق شقل فوق، مش هنا. مساء الخير، ازيك؟ انت مش كنت نايمه ولا ايه ورايحه في سبع نوم؟ ما انت عارف اني بنام وانا صاحيه وبصحى وانا نايمه. اتفضل لست الطلبات اللي هربان منها. ايه ده؟ انت ناويه تفتحي مول باسمك ولا ايه؟ ايه الطلبات دي كلها؟ وبعدين انت ناسيه ان احنا مبيضين الشقه الاسبوع اللي فات؟ انا مرتبي ما كفيش ربع الليسته اللي انت كاتباها دي. ولما انتوا مش قادرين على طلباتنا خلفتونا ليه؟ احنا ربنا اننا اجلنا لك بقيه الطلبات الشهر الجاي. هتجيب الطلبات يا ممدوح ولا هتستنى اللي على دراعي ده لما يكبر ويقول لك طلباته هو كمان؟ هو استنى ليه؟ ما بيطلب من دلوقتي يا فريال، بيطلب من دلوقتي. ده انا ربع مرتبي بيتصرف على الحفاضات بتاعته، ده زي ما يكون الواد بيعملها فيا بالعين. بيسي فوق يا بيسي بقى، فوق يا حبيبي. الحقيني انا بغرق، الحقيني يا كريمه. كريمه؟ ده انا اللي هغرقك. فوق يا عباس فوق. ايه ده بتفوقيني بفحل بصل؟ مش كفايه بحر التوب والبصل اللي انا كنت عايم فيه؟ لا، والانكى من كده ان الست هانم مسمرت عليا الدولاب. ما كانش العشم يا عباس. يعني ايه؟ عايزين ابقى محشور في وسط التوم والبصل ده ولا يغماش عليا؟ يغمى عليك لكن تكذب عليا لا. انا كدبت عليك يا ميرفت؟ ايوه، قلت لي انك استلفت ثمن الجزمه والفستان من ممدوح ابن عمك. اتاري الهانم عامله لك جمعيه مخصوص عشان تسلفهم له. اعمل ايه بس يا ميرفت؟ اعمل ايه؟ كنت خايف على مشاعرك يا حبيبتي. يعني تاخد منها وتصرف عليا؟ الله، مش احسن ما اخد منك واصرف عليها؟ ويا ترى بقى كدبت عليا في ايه كمان يا عباس؟ ميرفت وحياتك عندي دي اول كدبه واخر كدبه، وعلى العموم لو مش عايزاني اكدب عليكي تاني ما تشتريش انت فساتين تاني. انا اللي هيجنني اني اشتريت الهدوم بفلوس المكواجي وبتاع اللبن والسداد. الحمد لله انا ما دخلتش السباك في الجمعيه. انا حاسه كده ان كل ما اشم الفستان اشم ريحه جبنه قريش وزباله. خلاص يا حبيبتي، لو مش عاجبك ناخد الفستان نرجعه المحل وناخد الفلوس نرجعها لكريمه. نعم ده انت بتتلكك بقى. هعمل لك ايه بس يا حبيبتي؟ ما انت مش عاجبك ولا حاجه خالص. المشكله دلوقتي يا بيسي انها عرفت عنوان بيتنا من بابا، وانت عارف مراتك بقى لازقه هتفضل نطلنا في الرايحه وفي الجايه. اهو ده بالظبط يا حبيبتي اللي انا كنت خايف منه. المصيبه بقى يا بيسي ان انا اديتها نمره تليفوني. ازاي تعملي كده يا ميرفت؟ ما هو انا خفت يا بيسي اديها اي نمره غلط تشك فينا. وبعدين دلوقتي كل ما هجيلك هنا هضطر اقول لها ان انا رايح مأمورية، وهي لما تعرف ان انا رايح مأمورية هتطب لك هنا. ما تخافش يا بيسي، وهدلاب الخزين ياما بيلم. لا كله الا ده. كويس ان لحقتك قبل ما تمشي. اقعدي. صراحة كان نفسي الحق امشي قبل ما تيجي. ايه اللي بتقوليه ده؟ اسحبيها لو سمحت. اصلك بصراحة كركبت لي بطني لما قلت لي انك جايب لي هدية. كركبت لك بطنك؟ انا ما جبتش هديه كركب البطن. يا شريف افهمني، انا ما اتعودتش اخد هدية من حد. اولا انا مش حد، ثانيا دي مش هديه عاديه. يعني ايه؟ دي هديه استراتيجيه ذات معنى. يا سلام، برضو يعني ايه؟ اتفضلي يا ستي، الموبايل ده من النهارده بتاعك. ايه ده؟ بمناسبة ايه بقى؟ بمناسبه ان انا عايز اكلمك براحتي في اي وقت، وطبعا ده مش هينفع في تليفون بيك. طب انا هقول لماما انا جبت التليفون ده منين؟ هو انت يعني لازم تقولي لها؟ ما تقوليلهاش عشان انت كمان تكلميني براحتك. طب ويعني لما يرن هعمل ايه؟ يا مها شغليه سايلنت ولا فايبريشن. اصل انا بصراحة ما اتعودتش اخد حاجة من حد وما ادفعش ثمنها. حد ايه؟ ده انا هبقى خطيبك. لما تبقى خطيبي. ما هو احنا مش هينفع نتخطب من غير ما نتصل ببعض، ومش هينفع نتصل ببعض من غير التليفون ده. اتفضلي بقى. طب
طب انا هاخده بس بشرط. كمان؟ ايه هو؟ تخصم ثمنه من فلوس الشبكه. واد يا ايمن، انت يالا. ايوه جاي. تعال. يسلم ايدك يا بنت يا كراميلا، ادعي لامك يا واد. بنطلون هيقعد معاك 2 كمان. الله، وفين البنطلون ده؟ اهو. مش شايف ولا ايه؟ اقطع دراعي ان حد عرف انه كان شيبه. يا لهوي يا أما، يا لهوي يا ماما، ده بنطلون يتلبس؟ امال يتقلع ويتحط جنب الحيطه؟ ده روعه وطلع لها بنطلون. بقول لك ايه، هو فقر ولا عمراء؟ افرح يا أما، ابنك هيتفضح. ها؟ هم اصحابك دول سايبين مذاكرته وقاعدين بس يبصوا للبنطلون وينقوا عليه. اصبر عليا، هجيب لك قطع عربيه واعمله لك جاكيت. هونا يا رب والنبي. يا روح افتح يا واد، تلاقي ابوك رجع من اسكندريه. ايوه. ما شاء الله، الله اكبر. ايه يا ايمن، انت كبرت يا وبقيت عريس. اهلا يا ممدوح، اتفضل. ازيك يا كوكو؟ كوكو ايه بقى، ما كبرنا. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. ايه انا عمال يبص لي ويبحلق لي كده زي ما يكون مش مصدق ان انا عمه ولا ايه؟ اصل المذاكره لحست دماغه. خد يا واد بنطلونك، يلا خد. دماغي مش مركوسه. ها بس يا واد بلاش لماضه. ازيك يا اخويا؟ تشرب شاي ولا ما انتش كيف؟ لا انا بحبه دلع. وماله يا اخويا، من وفر شيء كانه جابه. الله يخليك. ام مها، ام مها. نعم يا اخويا. ايه نعم يا اخويا، انا بنادي عليك من البلكونه ولا ايه؟ اصل انا لقيت نفسي كده معدي من قدام البيت، قلت اطلع اقف ساعتين كده مع اخويا عباس، اصل انا لسه ما قعدتش يعني. وماله، خليك واقف. الله يخليك يا ام مها. بس عباس في اسكندريه، هو ما قالكش ولا ايه؟ انا ما بشوفش عباس خالص على فكره. ما بتشوفش عباس؟ هو مش بيجي لك المستشفى؟ اموريني مستشفى ايه؟ اللي راقد فيه؟ اموريني برضه. مين اللي راقد فيها؟ ما انا قدام حضرتك زي الفل اهو. ايه اموريني؟ حماك يا راجل. ايه ده؟ حماية انا في المستشفى؟ اقفل على الشاي يا ماما. اقفل على الشاي ايه؟ ده في المستشفى بقاله 3 ايام، انت نسيت ولا ايه؟ انا ما اعرفش. استنى اما افتح. عباس يا حبيبي، نسيت لي الورده. وحشتني 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 وحشتني. وحشتيني قوي يا كركر. على فكره ما احناش لوحدينا. انت عباس، وحشتني 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 وحشتني. بالعكس، ده انت بقى اللي وحشتني قوي. وحشتني خالص، وحشتني جدا. كنا بنقول ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ بيقول لك بتاع العراوي قافل النهارده. انا عارفه. تخيل ناس ان حماه في المستشفى. ايه؟ ودي حاجه تتنسي؟ ودي حاجه تتنسي برضه يا لا حمايه، حمايه، حمايه اللي هو ابو مراتي. امال حماك اللي هو خالتي؟ لا هو اصل انت عارف انا كنت طول النهار في المستشفى وريحه البنج ضاربه في مناخيري من فوق كده، مخليني عامل كده طول النهار. باين باين، بس طمني، خرج من الانعاش ولا لسه؟ انعاش؟ هو خرج من الانعاش ولا لسه؟ بتسالني انا؟ هو ان شاء الله انا هسال عباس وبعدين ان شاء الله انا هقول لك. الله يخرب بيتك وتحت وديك داهيه. طب انا مش عرفت انك بتكذب على مراتك. هو في حد في الدنيا ما بيكذبش على مراته يا اخي؟ طب لغيني عبسه عشان ابقى معاك اونلاين. انا اعرف منين انك هتتهفف نفوخك وتيجي تزورني هنا في البيت من غير ما تقول لي. في ايه على مزورك حبيبي، اخويا وصاحبي وابن عمي، وحشتني قلت اجي اشوفك. كداب يا ممدوح، كداب يا صاحبي. انت مفيش حد في الدنيا دي كلها بيوحشك. صح يا عبسه، انا فعلا ببقى ساعات ندل كده، بس بيني وبينك يعني انا قلت ازورك عشان انا كنت مزنوق في قرشين. منين يا ممدوح يا اخويا؟ ايه ايش ياخد الريح من البلاط؟ ما تعيط بالمره عباس. طب ايه رايك بقى انا هطلع لكوكو مراتك واقول لها ان ابن عمي وحبيبي كسر خاطري عشان كنت مزنوق في قرشين؟ لا اصيل يا اصيل، يعني تزنقني وبعد كده تروح تستغل الفرصه. ما انت استغليت اسمي يا عباس وضحكت عليها وقلت لها انك بتروح المستشفى واكيد سحبت منها الشيء الفلاني. لا شيء فلاني ولا شيء علاني، خلاص الفلوس كلها بح طارت وطارت بقى على مين يا بيبسو؟ وانت مالك يا دوحه؟ انا مالي؟ لا انت مفيش فايده فيك، انا هطلع لكوكو بقى هي اللي تقررك. استنى، عايز كام؟ امرني. 400 جنيه.
امرني انت، انا واخد منها 300 بس. خلاص يبقى امرني، هاخد 50 150. وعلى كذلك هديك الفلوس دي حين ميسره. حين ميسره ايه؟ هي فوضى ولا ايه؟ لا، اوعى تفتكر انك انت تقدر تزحلقني. انا ممدوح اللي عمره ما اتزحلق خالص. حياة العيش والملح يا ممدوح، ما معايا مليم احمر من المبلغ ده. صرفتهم فين؟ على مين؟ ها؟ انت مالك يا اخي؟ ماشي، هي مراتك. اقعد خلاص. اسمع عباس، انا هديلك مهله اسبوع علشان بحبك بس، والمبلغ تحطهولي في شنطه بلاستيك وتقابلني في اي حته مقطوعه. فاهم ولا لا؟ ماذا والا انت عارف ايه اللي هيجرى لك. اتفضل الشاي. انت جايبه لي كوبايه اغسلها ولا ايه؟ الو. ايوه معلش مش واخده بالي. ياه سبتلي 17 ميسد كول. طب اسمع، لما يناموا كلهم ويبقى الجو امان هبقى ارنلك ونتكلم براحتنا. ما 100 مرة قلت لك يبقى خبط قبل ما تخش. عايز ايه؟ ماما عايزاكي تحضري معاها العشاء. طب يلا يلا. ايه في ايه؟ مفيش. ايه ده؟ بايظ نطلع؟ انت يا شوشه عفرتني. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ هنضف الترابزين ولا فيها حاجه دي كمان؟ ما انا فاهمه انك بتنظف الترابزين، لكن جبت منين البنطلون ده؟ شكله مش غريب عليا، بشبه على الجيوب. ده بنطلون ده؟ امال ده ايه يا ناصح؟ ده خلقه قديمه. يبقى نظرك ضعيف في البناطيل، وجبت منين الخلقه القديمه؟ طبط على راسي وانا واقف تحت شباككم. وايه اللي خلاك تحط راسك تحت شباكنا؟ انت قاصدها؟ ليه وخلاص ممنوع الانتظار تحت شباككم. طب يا ايمن ان ما وريتك هتقولي حاجه يا مدام؟ وكمان حاطط ودانك في بقي وانا متغاظه مني وبكلمه. طبيعه عملي. ولما هي طبيعه عملك، لما تلاقي حاجه مرميه ما بترجعهاش ليه؟ هي عايز زباله هترجع. اخرس يا جاهل، بقى ده زباله؟ ده بنطلون بشوكه تقول عليه زباله؟ بشوكه؟ حدك عليا يا بطل استاذ ايمن، ما تزعلش مني يا استاذ العزة. خد يا مدام حلال عليكي، وانا لما انزل من عند الاستاذ عزت بجيب خلقه منه وامسح بيها الترابزين. ايه بعد ما قطعته وبهدلته اللي هتاخده من عند عزت تديهولي، ده حقي. هتقبل العوض؟ بقبل العوض في البناطيل. وانت ايه اللي مطلعك عند عزت؟ الراجل عيان بعتني للزخانه عشان اجيب الست الحكيمه تديله حقنه. يا لهوي على الغلطه التانيه، بقى تبقى في العماره سيستر وتروحوا تجيبوا واحده غريبه؟ مفيش سيسترتين في العماره. ما انا قدامك اهو، ولا انتوا زي القرع تحبوا الشكشكه من الغريب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالشفا ان شاء الله. فك يا واد، يلا اتني ايدك بقى. ايه رايك بقى؟ ايد كريمه ما تخيبش، كلها يومين وياخدوك في التاهيل المهني، قصدي في المنتخب. ايدك على ال5 جنيه بقى اللي كنت هتديها لبتاع الاجزخان. يلا. ولو اني ما كنتش ناوي اديله 5، انما يلا مش خساره فيكي بصراحه، ايدك اخف من ايده. بس ده كان بيديني الحقنه دي في العضل. لا يا اخويا، انا ما بتكشفش على عضل، وبعدين حقنه الوريد تشفي وتخاوي العيل الوحيد. خلاص يا ستي، انت اللي هتديني الحقنتين الباقيين. الله اكبر. طب ما تخليهم 4 ونكمل ال20 جنيه كده تبقى طبلت على دماغ كمشوشي وراح مشوار للزخانه. يا اخويا بناقص مشوار. شد حيلك انت بس يا استاذ عزت، مش شويه انفلونزا وهتس كده ترقد فيها. ده الواد ده لما بيجي له انفلونزا يحلق دقنه يخف. سلام قول من رب الرحيم. اعمل ايه بس يا ست كريمه؟ اديني قاعد لوحدي، لا الاقي حد يناولني دواء او يعمل لي لقمه اكلها ترم عظمي. يا عيني عليك يا اخويا، انت هتقولي على راي المثل شقه العازب عامله زي الحمل الكاذب، وانت اللي رافض الجواز من ساعه الله يرحمها الست انهار ما ماتت. ايوه مين بس يا ست كريمه هتقبل بواحد في ظروفي؟ مالها ظروفك؟ ده انت عندك جميع الكماليات. امال لو شفتي كمان الكبه. الكبه؟ يا رب يزيد ويبارك، هجيب لك عروسه في حاله الفابريكا.
ما خبيش عليك يا ست كريمة، كل ما اتعب شوية اقول يا ريتني كنت اتجوزت، واول ما اشد حيلي شوية انسى الموضوع ده خالص. انا بقى مش هنسى. ايه يا واد يا كمشوشي، انا بقى مش هنسى. تقصدي ايه يا ست كريمة؟ هجيب لك عروسه يا اخويا تقف جنبك في عافيتك وفي خرجتك، قصدي في رقدتك، بس على شرط ليا الحلاوه. وانت ما تفوتيش فرصه لما تجلبي عيشك. لم عينك اللي عامله زي كشافات النور دي، خلينا مع الراجل الحلوه ده. قلت ايه يا استاذ عزت؟ قلت من بقك لباب السما، بس المهم تبقى حلوه ونقاوه كده، لان مش معقول اصوم وافطر على بصله. ده انا هجيب لك صحن فاكهه مع كريمه، تصوم وتفطر على كعكه. اصل بفطر بدي. صباح الفل يا بيبسو. صباح انت تاني؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ انا عارف انك انت بتموت في المفاجآت. هي حصلت تنطني في المكتب كمان؟ ايه يعني؟ مش بدل ما نط لك في البيت عند كوكو كريمه مراتك وتسالك وتقول لك ليه يا عباس؟ ممدوح عايز منك ايه؟ مضايقه ليه؟ وتفضل تتلجلج وتترعش قدامها؟ انت عايز مني ايه دلوقتي؟ ال 150 جنيه، انت نسيت ولا ايه؟ وما تخافش، انا لسه ما قررتش ارفع المبلغ. نفسي افهم انت صنف جبلتك ايه؟ يا بني ادم انت مش كنت عندي امبارح قلت لك اديني فرصه عشان الم لك الفلوس؟ اديني فرصه، شفت؟ اديني اديتك فرصه من امبارح طول الليل لغايه دلوقتي. طب مانيش نافع حاجه خالص بقى، وروح قول لكريمه اللي انت عايز تقوله. النبي ما تفتح صدرك قوي كده يا عم الجريء، بلاش، الموضوع ده فيه خراب بيوت. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب يا ممدوح، عايز تخرب بيتي علشان 150 جنيه؟ ما انت عباس اللي مش عايز تدفع اكتر. بقول لك ايه، سيب لي يومين ادبر فيهم نفسي. ايوه كده حلو، يومين يعني 48 ساعه. لا يا حدق، يومين يعني كام يوم كده؟ خلاص انا هعدي عليك كل 6 ساعات كده زي المضاد الحيوي عشان افكرك، يمكن تنسى. القهوه يا استاذ عباس. ايه ده؟ وطالب قهوه يعني معاك فلوس يا بيبس؟ والزياده كمان. يا غلس يا غتت، دي شكك لاول الشهر. اوكي شكك ماشي. لو سمحت روح هات لي واحد شاي سكر زياده 6 معالق سكر، ومطعم الشاورما اللي تحت ده هات لي سندوتش. يا اختي انت بتصوريني ولا ايه؟ انا بضحك لك اهو. يا صباح الفل. اهلا يا كريمه. اهلا كويس يا انك لحقتيني يا حبيبتي، ده انا كنت نازله. نزلت ايه؟ تعالي بقى. هو ايه؟ انت كاتبه الشقه ديت باسمك عشان تقعدي فيها ولا عشان تنزلي منها؟ حد يطول شقه زي دي؟ الله، بتقفلي بالترباس ليه يا اختي؟ خايفه من ايه؟ لا ابدا، اصل في فرشه مرت كده بينط لي كل يوم وانت عارفاني بخاف. خير يا كريمه خير. فرشه مرت عقبال ما يبقى امهات. انا يا اختي ما صدقت ان عباس جوزي ربنا يحميه ويخليهولي ويوعدك بواحد زيه، قال انه عنده جرد. قلت يا بنتي يا كريمه روحي اقعدي مع مفت واتكلمي معاها شويه. هي نمرة تليفوني ضاعت منك ولا ايه؟ فاشر تضيع مني ازاي؟ بس يا حبيبتي مفيش ارخص ولا احلى من الكلام وجها لوجه، الحوار بيحلو. وعلى فكره انا عايزاكي في مصلحه تخصك. خير؟ في جمعيه تاني وداخل فيها بتاع البكابورتات؟ اف على الريحه ليه كده؟ ده انا جايبه لك عريس سوبر لوكس. عريس لي انا؟ امال لي انا؟ مالك يا اختي وشك جاب كل الالوان؟ لا ابدا، اصلي ما بفكرش في الجواز ده خالص. انا بقى فكرت بالنيابه عنك. اقعدي عشان الحوار يحلو. هنحور بس نقول ايه يا كريم؟ هكلمك على العريس اللي طلب ايدك مني مباشره. وده شافني فين يا اختي العريس ده؟ ما شافكيش، انا اللي كلمته عنك، عن جمالك ورقتك واخلاقك وحسبك ونسبك. انا زودت شويه حاجات كده، بس من ساعتها بقى ليل نهاره ونهاره ليل، ينام بالنهار ويفكر فيكي بالليل. شايفه يا حبيبتي الاخلاص؟ ويرنلي
هقابلها امتى؟ هتجوزها امتى؟ مش قادر اعيش من غيرها يا كريم. شايفه الاصرار؟ كل ده من كلامك عني بس؟ امال لما يشوفك على حقيقتك هيعمل ايه؟ انا متاكده عينه هتبص لبره وشعره هيشيب وحواجبه هتقف. هو انت قليله؟ لا لا لا، بلاش يا كريمه. ايه يا بنت الكلام ده؟ هو انت اول واحده تتطلق وتتجوز تاني؟ اصل من الاخر كده جوازتي الاولانيه دي سدت نفسي عن الرجاله. ما تقلقيش، العريس ده هيفتح نفسك. واذا كنت خايفه يعني على العموله بتاعتي انا هقسط لك. اصل دي الجوازه التانيه هعمل لك ديسكويت. شوفي يا ست العريس اسمه عزة. ها وبعدين؟ ها وبعدين ايه؟ مش تفتحي الباب الاول؟ لا 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 لا، سيبك منه، ده تلاقيه بتاع اللبن عايز المكوه بتاعت النهارده. بتاع اللبن جاي ياخد المكوه؟ ليه هو احول؟ قصدي يعني انا عندي لبن كفايه النهارده، والزبال ده بالذات انا ما بطقهوش. الزبال واللبان وبتاع المكوه هم قرايب وبيساعدوا بعض ولا جايين لك عاملين لك كمين؟ يا ستي سيبك منهم، خلينا في موضوعنا. قولي. هقول. لا 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 لا، هقول ازاي وناقوس الخطر ده في وداني؟ قومي يا بنت افتحي له، ولو طلع بتاع النور ادي له حساب الميه. طيب ماشي، يلا خلصي. هقوم اوزعهم اهو واجيلك. ها طلع الزبال ولا المكواجي؟ ها؟ ده بتاع السوبر ماركت. السوبر ماركت؟ والسوبر ماركت عادي كده ولا بيطعم العيال؟ سيبك منه يا ستي، اتفضل دلوقتي مش عايزين. انا يتقال لي مش عايزين النهارده؟ لا ده غلس بقى، افتحي له. لا اطلع انا افتح له دماغه. خليك انت مرتاح. اتفضل دلوقتي، قلت لك مش عايزين النهارده، مش عايزين. لا ده ما عندوش دم، سيبيني عليه. هو في ايه؟ لو النبي ايه؟ النبي ما انت تعبه نفسك يا اختي. امشي يا اخويا امشي، انا عندي صاحبتي كريمه. كريمه جوه. في فرق بين واحد يحرص عن قرشين وواحد تاني مستقبل شايل في كرشه مناب كرشين. وفرق بين اللي سابها على الله وقال مسيرها وكراها تتعدل، وبين اللي مريض بالمال وكلنا في آخر المطاف سيرة. الله يرحم فلان ده كان بيموت على القرش، خرج الجنيه من لحمه بتعويرة. تيجي تفتكر له الخير يا خسارة ما تفتكرش عامل